السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد عبر قناة إبداعات ليلى. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم طريقة كيفاش نرقدوا اللوبيا، يعني نرقدوا اللوبيا ونطيبوها في نفس النهار، يعني ما نحتاجوش نبقاو نرقدوها ليلة كاملة. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي طنجرة الضغط، كنضيف يعني الكميه اللي بغيت انا نرقد ديال اللوبيا، وكنخوي عليها الماء غليان على هذا الشكل. المهم كنعمر عليها الماء مزيان كما كتلاحظوا صافي، وكنسد الطنجره ديالي. المهم الا كنا غنطيبوها بحال دابا اليوم كيما نفيقوا من النعاس كنديروا هاد الطريقه وكنخليوها واحد الساعه. كنسدوا عليها الكوكو مزيان، ملي كتفوت ساعه عاد كنفتحوا وغتشوفوا كيفاش كنحصلوا على هاد اللوبيا اللي درناها كارمه وسط الطنجره. بعد ما كدوز واحد الساعه ولا ما كاملاش، تقريبا 45 دقيقه، كنحلوا على الطنجره وكنقلبوا اللوبيا ديالنا. كنلقاو على هاد الشكل كما كتلاحظوا ترقدت. يعني انا هذه هي الطريقه اللي كندير ليها الا ما كنتش مرطباها بالليل. في الصباح كنرقدها على الشكل وكنطيبها عادي. المهم غنمشي نسقطرها من بعد نرجع معكم ونطيبوا اللوبيا. نفس الطنجره كنوضع الطنجره على البوطه، كنضيف الزيت زائد مطيشه محكوكه. هنا عندي 2 ضريسات ديال الثوم، كندير الملحه، شويه الملحه، وكندير بودر ديال البصله يابسه. يعني بدل ما نحك البصله كنكتفي غير بالبودر، يعني اللي متوفره عندكم ما متوفراش كديروا بصيله هكا محكوكه مع ديك المطيشه. كندير العطريه، شويه د الابزار، الخرقوم، التحميره، وقزبر يابس. صافي غادي نحرك هاد المطيشه، غنقليها مزيان على هاد الشكل تنحصل على لاصوص ديال المطيشه. نغطي عليها من بعد عاد نرجع معكم. بعد ما تقلات هاد المطيشه مزيان، يعني حصلنا على لاصوص ديال المطيشه على هاد الشكل، كنضيفوا اللوبيا كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش مرقده مزيان. صافي كنقليها على هاد الشكل مع مطيشه، وكنروي بالماء طيب. يعني كنعمر على الماء مزيان على اللوبيا على الشكل. صافي وكنسدو كوكو تقريبا واحد 4 ساعات حتى 20 دقيقه، ونفتحوا على الطنجره ديالنا مرقده في الماء غليان، يعني راه طيب لينا دغيا، ما تشدش بزاف الوقت ديال الطياب. كنفتح على الطنجره نشوفوا اللوبيا طابت كما كتلاحظوا معايا، ها هي. وكنضيف ليها معلقه كبيره ديال الكزبر ومعدنوس مقطعين، والمكون السحري الناس اللي كضرهم، يعني الا كلاو اللوبيا وكضرهم كتسبب لهم الانتفاخ ولا المصران ديالهم كيضرهم، كنضيفوا معلقه صغيره ديال اليازير او اكليل الجبل في القطاني عامه.
فريع ديال الحامض زائد مزيود ديال الفلفله، هذا اختياري يعني اللي بغى يديرهم. صافي كنخليهم، كنخلي اللوبيا ديالنا هكا تبقى تطبخ. ملي كتشرب هاد لاصوص ديالها عاد غنرجع معكم تشوفوا معنا الشكل النهائي ديال اللوبيا. كيف ما كتلاحظوا معايا اللوبيا ها هي شربت داك لاصوص ديالها على هذا الشكل. صافي كنضيفوا شويه زيت الزيتون. المهم اللي بغى يدير الكمون تيبقى اختياري. صافي هذه هي اللوبيا ديالنا. شوف كيفاش حصلنا عليها على هذا الشكل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها تاكلوها بالصحه والراحه. كان سبق لي درت الفيديو الاولاني ديال اللوبيا بالقديد والكرداس، وهذه لوبيا طيبه بلاصوص ديال مطيشه. ما تنساوش تشجعوني باللايك والبارطاج الفيديو. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناه. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله ووصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.